مباراة النمسا والجزائر ستنتهي بالتعادل. ما كان نشوفوها. اللي حب يشوف يشوف، اللي حب ما يشوفش ما يشوفش. أنا رأيي ستنتهي بالتعادل، وقراءتي للمباراة وما يحيط بالمباراة الجزائر. كرة القدم حياتي لا نتفرج في الكرة، عمري في الحياة ديالي ما شفت الكرة اليوم وحياتي. بيني وبينكم والله الا درت مزيه ما تفرجتش، الله على راحه الله. فين من بغيت نتفرج؟ في اللي ما عندهم كلمه، في اللي عندهم الشعارات. ربنا جمهور الجزائر فرح بجون النمسا اكتر من جون رياض محرز. يا عم رياض عايز تودينا اسبانيا؟ لا، ماتش الجزائر والنمسا ماتش مبيوع، كان فما مؤامره باش يخرجوا ايران، المسرحيه انكشفت خلاص. من بعد دون أي شرف تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور الثاني من كأس العالم في مباراة يعني لا تشرف لا الكرة الجزائرية لا الجزائر، وفي فضيحة تضاف إلى سلسلة من خوتي. هذا الفيلم كيسموه شو هذه الفضيحة، شو هذا التأهل، شو هذه المباراة. أنا ما فهمتش، ما عرفت نفرح، ما عرفت نزعف، ما عرفت نكريتيكي، ما عرفت ننتقد. قالت لكم الجزائر شرت الماتش من تحت الطاولة، وفينا هي كرة وحنا واعرين وحنا محاربين الصحراء. تفاهمتوا مع النمسا باش تماركيو وهما يماركوا باش ما تبينوش التلاعب بالنتيجة. في الدقيقة التالية محرز بغى يحشيها لهم، علاش؟ باش يديروا مزيان مع ايران. خلاوهم حتى الدقيقة 93 وداروا لهم ديك اللعبة وهي تهود عليهم النمسا. الماتش كامل الدقيقة 60 جانا النعاس والعالم شافها، والجزائريين ولاد بلادكم حاطين فيديوهات كيهضروا على هذا الشيء باللي باين الماتش مخدوم. ايوا شحال مقوده من 2014 ما تاهلش وكيتاهل، تجي باغي تبين روحك باللي انت قد المغرب وباللي غادي. اتمنى من الاتحاد الدولي الفيفا يفتح تحقيق في مباراة الجزائر والنمسا ويشوف هل في تواطؤ، في اتفاقيات، في مش عارف ايه ما بين الجزائر والنمسا، ويحقق في الموضوع ده، لان بصراحة انا اللي شايفه ده في تواطؤ، في اتفاق ما بين النمسا والجزائر. وده ده حفيظ دراجي قالها لكم. اب 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 ايه اللي حصل؟ جبتوا التالت ليه؟ وفي الاخر مسرحية والمخرج 10/10. تعادل منتخب الجزائر مع المنتخب بأن. علاش الاخوان دابا النتيجة هذه كلشي كيهضر بانه سكاندال؟ الاخوان كيهضر بانه سكاندال، وفي الاخر لا شفتوا بداو مضاربين في الطاقم التقني ديال اوستريا مع الطاقم التقني ديال الكراغله. ملعوب من الجزائر، سيناريو مدروس وملعوب. النمسا تقدموا 1-0، قامت الجزائر عدلت 1-1. النمسا ردت وتقدمت 2-1، الجزائر عدلوا 2-2. الجزائر سجلت الثالث، قالت لك لا. بالوقت ما بعد ضائع راحوا النمسا سجلوا الثالث، صارت 3-3. هون الجزائر راحت وين؟ مع جماعة الأرجنتين. الجزائر مع النمسا، واش هذه الفضيحة اللي راهم يهضروا عليها فهمنا فيها؟ راح نفهمكم خاوتي بالاختصار والمفيد، وما تنساش تبارطاجي الفيديو باش الناس قاعدة تفهم. والحاجة الأولى